نوفمبر 69 العملية الأولى، فبراير 70، مايو 70. 3 عمليات تموا في الميناء اللي هو نبيل عبد الوهاب ضيفنا النهارده كان حاضر عمليتين، حضر او نفذ العمليه الاولى والعمليه الثالثه اللي في داخل ميناء إيلات. هو طبعا التفاصيل يعني هو هيتكلم معاكم باستفاضه يعني. انما تدمير ميناء إيلات ده اكثر عن تدمير الميناء نفسه الرصيف وعن تدمير نفط ده في ال3 عمليات اجمالي. يعني هو هيفصل بين ال3 عمليات لان للاسف الفيلم التلفزيوني اللي اتعمل دمج ال3 عمليات في عمليه واحده، فبيحصل برضه لخبطه كابتن هو هيوضحها. انما باختصار يعني ال3 عمليات اجمالا اسفرت القصه عن تدمير الميناء نفسه الرصيف، وتدمير ناقلتين، واحده جنود وواحده مدرعات تقريبا بيت شفا وبات يمن، وتدمير مركبتين اللي هم هيدروما وداليا او هداليا. طبعا يعني جزء في الهيدروما وداليا في العمليه الاولى، والبيت شفا وبات يمن في العمليه الثانيه، والرصيف الحربي في العمليه الثانيه. انا مش هتعرض طبعا لناحيه إيلات ولا لميناء إيلات، يعني انا بس عايز في عجاله كده ادي فكره سريعه عن تدمير المدمره إيلات اللي هو ده كان في 21 اكتوبر 67 في البحر المتوسط فوق عند بورسعيد. العمليات الثانيه ميناء إيلات دي على خليج العقبه على حدودنا مع يعني عند اسرائيل، يعني ميناء إيلات الاسرائيلي. طيب بسرعه كده ميناء تدمير المدمره إيلات. اسرائيل عندها في الوقت ده مدمرتين 2 بس، إيلات ويافا. معنى ان احنا ندمر إيلات يعني انت دمرت 50% من قوته في المدمرات اللي هي اقوى حاجه اصلا. يعني دي احدى جوانب او اهميه تدمير إيلات. إيلات طبعا كانت يعني مغروره شويه وعماله تترفع، يعني هي دخلت الخدمه الاسرائيليه من سنه 56، فكانت بتخترق وهنرجع لها تاني بتخترق الحدود الاقليميه بتاعتها. عملنا لها عمليه ان طلعوا اللانشات، فتمكن لانش بقياده النقيب احمد شاكر انه يدمر إيلات. اللانش يعني عشان تبقوا عارفين اللانش ده تحديدا يعني في صاروخين 2 بس. ضرب صاروخ، ضرب الثاني معه سلاح، فهو ميت لا محاله اذا لم يصيب الهدف المقصود اصابه قاتله ويغرق. احنا هنا بنتكلم يعني ببساطه مثلا ايه عن حاجه في حجم بني ادم مثلا والمقصود قطه صغيره يعني. يعني فالقطه الصغيره هدمت البني ادم، يعني اللانش بالنسبه للمدمره طبعا اقل في كل حاجه يعني. في التسليح وفي الكشف الراداري وفي دقه الاصابه وفي يعني في حاجات كتير يعني. ومع ذلك تمكن هذا اللانش انه يغرق المدمره. المدمره إيلات غرقت وعليها طاقمها بالكامل حوالي 100 واحد. كان عليهم معاهم يعني دفعه من الكليه البحريه اللي متخرجه حاجه تدريبيه يعني، فغرقوا معاهم بس. ويعني وراح العمليه دي غيرت التكتيك على مستوى العالم في البحريه. يعني التكتيك نفسه اتغير، بقى ضمن التكتيك دلوقتي ان احنا ندمر حاجه كبيره في حجم المدمره بلانش صغير. يعني التدريب اتغير، كتب التكتيك اتغيرت، واصابت طبعا القصه دي اصابت اسرائيل برعب شديد يعني، الى درجه انه بعدها بشهر في نوفمبر كان في غواصه اسمها دكار، كانت برضه انجليزيه طلعت من انجلترا وجايه تلتحق بالخدمه في اسرائيل، وهي جايه فاكتشفوها ففي لانش رايح لها. من شده الذعر او الرعب فنزلت غطس مفاجئ عشان تهرب من اللانش، فارتطمت بالقاع وغرقت الغواصه الطقم بتاعها بالكامل. يعني دي نتيجه حاله الرعب اللي تولدت عند الاسرائيليين من اللانشات المصريه. كل ده انا بتكلم على اللانشات، ما دخلتش على لواء الوحدات الخاصه اللي هو نبيل عبد الوهاب هيتكلم فيه. انا بس عامل قصه إيلات دي عشان مدخل يعني طالما انا معايا الكلمه كده 5 دقائق فلازم احيي شهداء وابطال البحريه. انا يعني هكتفي بذكر 2. طبعا الابطال كتير جدا جدا ولو الوحدات الخاصه ده كله ابطال، بس انا في 2 يعني انا متوقف عندهم فبسرعه كده يعني. الشهيد الاول هو النقيب عوني عابر جرجس. عوني عابر جرجس ده ايه قصته؟ اغسطس 67 يعني قبل تدمير إيلات ب2 شهر.
يعني بعد حرب يونيو بشهرين. إيلات برضه دخلت لأنها مغرورة عند الحدود المياه الإقليمية بتاعتها. طالما دخلت فلازم نطلع لها لانشات، فطلع لها لانشين، واحد فيهم بقيادة عوني عادل الجرجس والثاني ممدوح شرف. عوني عادل الجرجس حاول يشتبك مع المدمرة إيلات، فطلع له لانش تاني إسرائيلي، فبقى هو قصاده لانش والمدمرة نفسها، فالقوة غير متكافئة إطلاقا. القيادة بتاعته كانت معاه على الخط، فحسوا ان المعركة يعني غير متكافئة، فكانت الأوامر الصادرة إليه انك حاول تنسحب وتهرب. هو تقديره أدرك بسرعة كده ان هو خلاص مش هيلحق يهرب، أو ان الهروب صعب، يعني هو هيهرب ممكن يتصاب وهو بيهرب يعني. الله يرحمه يعني، لأنه بطل وبطل حقيقي لم يتردد في اتخاذ القرار. ايه قراره؟ انه اندفع باللانش بتاعه باقصى سرعه في اتجاه المدمره اليه، على امل انه يصفح في المنتصف فيموت هو والضابط المساعد بتاعه كان اسمه حتاته ملازم، والطقم بتاعه طقم حوالي 10-11 واحد على اللانش، انه يفجر اللانش ويموت الطقم بتاعه كله على امل ان هو يضرب ايلات. اندفع بأقصى سرعة نحو إيلات قبل ما يوصل لها ب 30 متر فقط. 30 متر مع السرعة العالية دي تترجم لثانية أو ثانيتين مثلا يعني. أصابوه بصاروخ، استشهد، ومات عوني عادل الجرجس ومعاه الطقم بتاعه بالكامل برغبته واختياره. ده نموذج يعني كمثال يعني مش عايز بس أسخنها يعني إن عوني عادل الجرجس يعني المواطن المصري هي دي مصريته، وهو ده حبه لبلده وحبه لمصر، عشان الناس اللي بتقول ما لهمش بالعيد دلوقتي والكلام الغريب ده. البطل الثاني او الشهيد الثاني هو الرقيب يعني الشاويش محمد فوزي البرقوقي. محمد فوزي البرقوقي راح ميناء إيلات، كان الباضي او الزميل للملازم اول نبيل عبد الواحد. الصعقة طبعا الضباط بيطلعوا يشتغلوا بالليل وبيبقوا في مجموعات، كل مجموعة من 2 ضابط وصف ضابط. الضابط هو الملازم الاول نبيل عبد الوهاب، والصف الضابط هو الرقيب محمد فوزي البرقوقي. كانوا رايحين في العملية الأولى من ال3 عمليات بتوع إيلات على أساس إنه يفجروا، يعني كانوا رايحين يفجروا بيت شفع وبيت يمنى، تقريبا ما كانوش موجودين، فجروا مركبتين التانيين اللي هم هيدروما وداليا، يعني التفاصيل طبعا مع السيادة اللواء بقى هو اللي هيشرحها. المهم الراجل ده أصيب في أثناء وهو جوه المينا بقى، جوه المينا الإسرائيلي، جات له حاجة يعني يعرفوها الضمادع كويس اسمها تسمم الأكسجين. علاج تسمم الأكسجين ده إيه؟ إنه يطلع فوق سطح المية ياخد هواء يتنفس بره. نيتروجين ولا أكسجين؟ أكسجين. نيتروجين ولا أكسجين. يعني حتى لو أنا غلطت اللي هو نبيل هيصلح، ما تتوقفش. الله يخليك. أنا أتوقع يعني أنا طبعا مش عارف تكتيكات أو أساليب الضفادع البشرية، إنما أنا أتوقع إن هو من بداية ما شعر، لأن مش هتيجي فجأة يعني، ابتدى يشعر بهذا التسمم إن هو كان ممكن يسلم اللغم بتاعه للملازم أول نبيل أو إذا كان في حد معاهم ويبعد شوية ويطلع ياخد نفس. إنما يعني برضه لأنه بطل حقيقي، فخد قراره في لحظته. قراره هو إن العملية تنجح. هو يموت هو ما يموتش دي مش في دماغه، إنما فكره إن العملية تنجح. استمر وكمل ثبت اللغم. اللغم ده برضه عشان تبقوا متخيلين 50 كيلو، يعني مش واحد ماشي بحاجة صغيرة يعني، لا ده شايل 50 كيلو ده يعني. برضه انا نسيت اقول يمكن في تدمير إيلات هو معاه صاروخين، بس كل صاروخ فيه طن متفجرات، يعني مش صاروخ صغير. الراجل وصل ثبت اللغم بتاعه، حتى لو بعد ما مشي تقريبا لانه كان تعبان فشك في نفسه او شك في تركيزه، لا ده انا ما ثبتوش كويس، فرجع تاني اتاكد من تثبيته، يعني عمال يضيع وقت، مش مستعجل انه يطلع عشان ياخد نفس عشان يعيش، لا ده عايز يبيد العمل ويتقنه بعد ما يروح يرجع تاني لغايه لما اتاكد انه تمام، ثبت اللغم تمام ومات. خد قراره برضه ورغبته واختياره. بموت فوزي البرقوقي
أصبح القرار دلوقتي مع النص الثاني من المجموعة، مع رفيقه، مع النص اللي حي، اللي لسه عايش. كان لازم ياخد قرار تاني. ايه القرار؟ في مركب معينة جودك مستنيهم في نقطة معينة، هيتحرك الساعة كام. المفروض ان هو بيخلص العملية وبيرجع بأقصى سرعة تحت المية طبعا عشان يوصل ويلحق الزورق بتاعه. لو قدامه خيارين، اما انه يسيب جثمان الشهيد البطل فوزي البرقوقي، يسيبه ويروح تحت المية علشان يلحق يوصل للزودياك في الميعاد المحدد، ويركب الزودياك يوديه للنقطة الثانية اللي هيرجع منها على بعض. واما انه ما يسيبش زميله جثمان زميله محمد فوزي البرقوقي ويرجع تاني. برضه لان المنادي الاول نبيل بطل وبطل حقيقي لم يتردد في اتخاذ القرار. قراره كان ايه؟ انه يسحب معاه جثمان فوزي البرقوقي وما يسيبوش يقع في ايدين الاسرائيليين. معنى انه يسحب الجثمان، اولا مش هيلحق الآلة، فخلاص بقى لوحده كده في خليج العقبة. دي نقطة. النقطة الثانية ان هو لما يسحب الجثمان يبقى مضطر، الجثمان مش هيساعده في الغطس، يبقى مضطر انه يغطس بيه او يعوم بيه فوق سطح المية، فيدخل اكتشاف. يعني معرض انه يكتشف، انه يتقبض عليه، انه يموت، انه مش هيلحق القارب، والقارب هيكون مشي، الله اعلم مصيره هيبقى ايه. خد قراره، سحب الجثمان، مشي بيه، طلعوا في ميناء العقبة الأردني. دي كانت العملية الأولى. والعملية الثانية نفس القصة، طلعوا في ميناء العقبة الأردني. والعملية الثالثة طلعوا في ميناء العقبة الأردني. طبعا كانت العمليات دي بتنطلق من الأردن وتخلص وما تلحقش الدنيا فتطلع تاني في الأردن دون استئذان الأردن. ما كانش في تنسيق بيننا وبين الأردن. فالأردن شكلها بقى وحش، والمخابرات بتاعتها شكلها بقى وحش، وإسرائيل طبعا بتعاقب الأردن بقى بعد كده إنها تغلق لهم ميناء العقبة أو كذا أو كذا. يعني القصة فيها شق كتير يعني، وتدخل فيها جمال عبد الناصر بنفسه. جمال عبد الناصر كان ملازم للكلام ده. العمليات دي كان بيبقى معاهم على التليفون، وفي تدمير إيلات جمال عبد الناصر كان على التليفون، وهو ادى أمر تدمير المدمرة إيلات تصادر من جمال عبد الناصر. يعني قاعدة ليه يا طارق؟ أنا برجع، لا خلي المناقشات في الآخر لو سمحت. لا ليه إيلات بالذات يعني؟ إيلات؟ لا هي الفكرة برضه يعني، معلش أنا عايز أنهي عشان أدي فرصة ليونا كده تحرروا على دي بسرعة. يعني معلش لو سمحتوا المناقشات دكتور في الآخر لو يعني أي عملية بتتعمل باختصار يعني لابد هتكون لها رد فعل من إسرائيل. يعني إحنا بنعمل عمليات وإسرائيل بترد، يعني القصة متبادلة، وكل قصة من دول يعني بيت شيفر وبات يام دول متعاقبينهم في كذا مرة. يعني القصة ضربة وضربة مضادة وضربة وضربة، وحصل فعلا يعني لما دمرت المدمرة إيلات يعني تشخص في بورسعيد بلغوا قائد القوات البحرية اللي هو محمود فهمي الله يرحمه في اسكندرية، بلغ محمد فوزي في القاهرة. محمد فوزي كلم جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر ادى امر الضرب. اذا المدمرة اتدمرت، وده احتمال يعني كان ضعيف، لكن الحمد لله انها اتدمرت. فلا بد في رد فعل من اسرائيل. ورد فعل اسرائيل كان يوم 24 ضربوا معامل تكرير البترول في السيدية، وجمال عبد الناصر رد عليهم المهجر المهاجرين في مدن القناة، يعني ادى امر بالتحذير ان مش هيخلوا لي المدنيين انتوا تضربوا في مدينه زي السويس تبقى يعني ماسكني من ايدي اللي بتوجعني. هاجر 1.5 مليون مواطن، هاجروا من 3 مدن القناة. في ناس ما هاجرتش وقعدت مستعديه للموت على 3 مدن دول، يعني برضه تنشيط كده ذاكره. يعني ال3 مدن دول بينهم وبين اسرائيل القناة فقط، يعني بالمدفعيه، مش مستهلة بالمدفعيه بيضرب عليهم. يعني في ناس قعدوا، يعني ال3 مدن دول الباكلين فعلا، يعني هم قعدوا سنوات من 67 الى ما بعد 73 وهم قاعدين ومعرضين للموت. يعني برضه انا عشان حضرة تجوال مش عارف ايه، لا دي الناس دي قاعدة شايفه الموت سنين وسنين. انا مش عايز اطول يعني، لان مش معقول يعني بقى ست اللي هو نبيل موجود وانا اللي اقدر اتكلم يعني. فيعني اكتفي بهذا، وشكرا لحضراتكم. ومعاكم سيادة اللواء نبيل، هو الأول يعني يحكي ما شاء له، وبعدين انتم بقى حضراتكم معانا وقت كافي للأسئلة. طارق أو خرجت بس الدقيقة. الإيلات لما كان بتطلع البحرية كلها كان بتشد، لأن الإيلات دي مركب مصري اسمها إبراهيم، المدمرة إبراهيم، وكان عار، وكان الناس بتبقى هتموت إنها تضرب هذه المدمرة. كان قائدها لما اتأثر في اسمه تمازين،
على ما اعتقد. انا ما اعرفش هرد على كده اللي هو لا، هو الحمد لله شارع فلسطيني. دكتور لو سمحت. مساء الخير وسعيد بوجودي وياكم، وبشكركم دعوتكم الكريمه والاخ العزيز طارق ودعوتكم ليا هنا، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه اعياد سينا. انا هبتدي بحاجه اللي هي من اول حرب الاستنزاف، او يمكن من قبل كده بشويه، اللي هي حرب 67 اللي هي هزيمه 67 وسميناها تجميلا نكسه 67. وان كنت انا ضد كلمه هزيمه، لان اعتقد ان الجيش بتاعنا ما اتهزمش سنه 67 بقدر ما ان هو ما خدش فرصته لسبب او اخر ليس موضوعنا، ان الجيش ما لعبش الماتش. يعني زي ما يقولوا الزمالك ما يلعبش الماتش ده فيعتبر مهزوم، وهذا ما قد حدث. بدليل حاجه صغيره، ان هو الجيش بتاعنا هو بتاع 67 هو اللي كسب سنه 73، وهو مش سنه 73 وهو اللي انهك اسرائيل في حرب الاستنزاف سنه 69. مش هنقول 69 كمان، احنا هنقول عقب الهزيمه مباشره بكافه قوات. يعني مثلا في القوات البحريه طبعا كلنا نعرف معركه راس العش واللي حصل فيها، ده كان عقب الحرب على طول. وزي ما قال الاخ طارق ان عمليه ايلات اللي كان فيها جدل دلوقتي دي كانت بعد الحرب كانت 4 شهور، يعني الحرب كانت في يونيو وهي كانت في اكتوبر. فده الجيش بتاعنا لما خد فرصته اجاد وعمل بطولات عظيمه بشده، انما هو للاسف في حرب سنه 67 ما خدش الفرصه. لم تكن هناك الفرصه متاحه للجيش انه يظهر قدراته. ابتدى الموضوع ينشر في حرب الاستنزاف ان كل حد عايز يعمل حاجه، فقامت كل افرع القوات المسلحه سواء البريه او الجويه او البحريه بعمليات اكثر من رائعه. لكن انا يمكن اركز على القوات البحريه التي كنت انتمي اليها، وهذا شرف ليا. يعني كان بيتولى قياده القوات البحريه في هذا الوقت المرحوم البطل العظيم جدا اللي هو محمود فهمي. هذا الرجل كان كل همه وكل شاغله الشاغل انه يزعج العدو، يعمل اي حاجه. معلومه كده جانبيه في تدمير المدمره إيلات اللي هي دمرت كمان امان صاحب بورسعيد في 21 اكتوبر اللي هو اصبح فيما بعد عيد البحريه. هو ما كانش لسه ده قائد قوات، كان لسه رئيس اركان القوات البحريه، يعني مركبين في القوات البحريه، لكن هو العمليات كلها كانت من تخطيطه هو شخصيا، لدرجه انه قعد يسعى. هي المدمره كانت بتخش المياه الاقليميه وتطلع، تخش وتطلع، يعني نوع من الاستفزاز في مشاعر المصريين. فكان يسعى لازم ياخد امر بان يقدر يضربها، على اساس زي ما قال اخونا طارق ان هم احنا بنعمل حاجه بيردوا عليها، فلازم نبقى مستعدين، فلازم نستأذن. فقعد يحاول محاولات كثيره ان ياخد التصديق بضرب المدمره. فقالوا له طيب ماشي، لو دخلت حدودنا، لو دخلت مياهنا الاقليميه اضربها. هو حقيقه ضربها بره المياه الاقليميه، وحتى كلامه الشخصي ليا انا قال لي انا قلت هضربها وبعدين مش مصدقين انها بره المياه الاقليميه ولا جوه، يروحوا يقيسوا المسافه يشوفوا هي فين بالظبط. يعني كان الى هذا الحد مصر على عمل حاجه. وفي فتره حرب الاستنزاف حقيقه استخدم كافه افرع القوات البحريه في معارك. يعني مثلا بدايه الانشاء الصواريخ ضربت المدمره إيلات،
القناصات طلعت ضربت الغواصة دكار اللي غرقت قدام سواحل سكوتلند، يعني قدامنا كده على طول. المدمرات ضربت مناطق تجمع العدو في رومانا وبلوزة. الغواصات كانت عاملة ورادي امام ميناء حيفا علشان تشوف التحركات بتاعتهم، يروحوا يقعدوا 15 يوم غطسانين قدام الميناء بيراقبوها. بالظبط. فاستخدم كافة كل افرع القوات البحريه، يعني ده اعمل كذا وانت اعمل كذا وانت وهكذا. الضفادع استغلها يعني احسن استغلال حقيقه. هو كان بيحب الضفادع لان اللي عمل الضفادع اخوه كان ضابط بحريه برضه الله يرحمه اسمه فوزي عبد الرحمن. ده اللي انشا الضفادع البشريه في مصر وبما لهم من الروح القتاليه كان هم. يعني فوزي عبد الرحمن ده لما عمل الضفادع كان مولود من اول، وكان مسميها الوحده السريه. وحتى من فرط تفوق اللواء محمود فهمي انه كان حاجه غريبه جدا، وفي ناس عسكريين هنا كتير مسك القوات البحريه وهو برتبه عميد. يعني ما كانش بقى لما مسك القوات البحريه ما كانش فيه لواءات في البحريه خالص، كان عميد ولم يكن قد بلغ 40 من عمره، كان عنده 39 سنه. فتخيلوا شاب في عمره 39 سنه بيمسك قائد القوات البحريه المصريه. قد ايه هذا الرجل كان متفوق. يعني لو كانت اتيحت لي الفرصه كنا عملنا ندوه خاصه على هذا الرجل البطل الجميل الذي عمل اعمال بطوليه كثيره ب ادواته. كان من ضمن العمليات اللي عملها واللي كنت قريبا منها اللي هي عمليات الضفادع البشريه في لواء الوحدات الخاصه، كجزء من افرع القوات البحريه اللي بيستغلوا ويعمل بيه حاجات. وحتى العمليات اللي اتعملت كلها كانت حاجه سينما، يعني زي افلام جيمس بوند وحاجات كده من هذا القبيل. كمثال مثلا عمليه تدمير الحفار كينتنج امام ساحل ابيجان في ساحل العاج، حاجه سينما. حفار اسرائيل جايباه من كندا علشان يحفر في خليج السويس يستنزف البترول بتاعهم. هم كانوا واخدين الضفه الشرقيه بياخدوا البترول بتاعهم، فجاي يعني يحفر في خليج السويس. فصدرت الاوامر التعليمات من جمال عبد الناصر، قال انا عايز الحفار ده ما يخشش مش خليج السويس، لما يخش البحر الاحمر بس. فكانت تخطيطات اللواء محمود فهمي انه يضرب وهو كيف الكيف. وقعدت مجموعات من الضفادع البشريه تطرد حاجه، بقول لحضراتكم حاجه سينما، يعني فيلم اكشن. راحوا له ساحل العاج في دكار، السنغال، دكار في السنغال، واتعمل الخطه على انهم يضربوه هناك. وفعلا سافرت مجموعات الضفادع البشريه ووصلوا هناك. الحظ العاسر، يعني ما هو اصل انت بتضرب حاجه ما انتش مش في ايدك تقول لها استني او امشي. فوصلوا قبل ما ينزلوا الميه بدقائق قليله اتحرك الحفار ومشي. وكانوا عاملين تخطيطات غريبه كده، يعني طبعا كل حاجه بيروحوا بالباسبورات مش مدنيين، يعني مش رايحين قوه عسكريه رايحه، لان مش بلدنا يعني. وبيعملوا حاجات كاموفلاج كده، يعني ايام العمليه دي عملوا فيلم اسمه عماشة في الادغال في هذه المنطقه بتاع رضا. ايوه، على اساس يبقى في اصل برضه حاجه تثير الشك. مجموعه شباب حلوين كده في العشرينات من عمرهم، مثلا 5 6 ورايحين البلد، شكلهم كده يبقى مريح. انما لما يبقى في فيلم بقى وفي ناس وممثلين وناس مخرجين ومصورين بتعدي الامور.
مشي الحفار من دكار، تنوم يتابعوه. رجعت المجموعة مصر والمخابرات بتتابعه لغاية ما وصل لأبيجان، وراحوا له هناك وغرقوه في أبيجان بعملية برضو بطولية جميلة جدا. يعني كمثال مثلا البطولة كان أبيجان دي حتة فيها نهر كده بيصب في البحر، وحتى عندهم غابات كده بيقطعوا الشجر ويروحوا حاطينه في النهر فيمشي مع الميه لغايه ما يوصل البحر ياخدوه ويحملوه من هذا القبيل. الناس كانوا الضفادع كانوا بيمشوا بيلاقوا في حاجات طافيه كده، وهم افتكروا بقى ما عندهم فكره عن المكان، فقالوا ايوه الشجر بتاع طافي جنبنا وبتاع. وثم بعد ما النهار طلع لقوا دول تماسيح، فحاجه يعني ناس بتعوم في وسط التماسيح عشان توصل للهدف. وحتى يومها بتحصل تعقيدات سريعه كده، فطبعا كلهم ما ينفعش يسافروا على طياره واحده، بقول علشان الشبهه. فقوم واحد يسافر عن طريق باريس وواحد يسافر عن طريق الجزائر وحاجات كده. ففي طياره اتاخرت وتخلف واحد منهم، واحد زميل محمود سعد، كان لازم عدد معين من الأغاني عشان يحطوه على الثلاث رجول بتاعته علشان يغرق، فراح جاي شايل الأغاني. وده صعب يعني، حاجة لو بيشتغل في الضفادع يلاقي حاجة صعبة ان واحد تلاقيه هو لازم يبقى قاعد كده حاطط البوصلة عشان يشوف قدامه ويشيل اثنين ازاي. ومع ذلك نفذوا العملية على أحسن مما كان يتوقع. دي عملية من عمليات الضفادع برضو اللي كان مخطط لها اللي هو محمود فهمي. الحاجة الثانية ألا وهي اللي كان ليها شرف الاشتراك فيها، ألا وهي عمليات إيلات. وزي ما اللي هو طارق قال إن هو الفكرة العامة إنها عملية إيلات زي ما طلع في فيلم طريق إلى إيلات، عملية واحدة وما 3 عمليات وعاد عن بعض، في كل واحدة حوالي 3-4 شهور يعني. والأهداف حتى كانت مختلفة، وحتى الأفراد. يعني العملية الأولى كان في 3 مجموعات، مجموعة بقيادة مرحوم حسنين جريش، مجموعة ثانية بقيادة ربان عمر عز الدين، ومجموعة ثالثة كانت بقيادتي. العملية الثانية كان مجموعتين تانيين، واحدة بقيادة أبطال رامي عبد العزيز، واحدة بقيادة أبطال عمرو البتانوني اللي كان سبورتنج ده. وفي العملية الثالثة طلعنا مجموعتين، كان الأبطال عمر عز الدين واحد. الأهداف مختلفة يعني. في العملية الأولى غرقنا مركبين، العملية الثانية مركبين تانيين، العملية الثالثة دمرنا خراطيم الحادث. كان هناك نوع من السرية الشديدة يعني. واحنا لغاية ما وصلنا الأردن، يعني أنا فاكر إن إحنا كنا بتدبير منهم من القيادة يعني، عملونا كلنا ضباط نبطشية. كان كل يوم بيمسك مثلا 5-6 ضباط نبطشية، فراحوا مجمعين المجموعة اللي هتطلع إيلات. أنت بدورك بكرة وأنت هتغير وأنت هتقعد أو هكذا، إلى بقينا ضباط نبطشية. وكل شوية قائد اللواء بيبعت في المراسلة بتاعه يبعت اندهلي حسنين جويش، بعد شوية يروحوا ما يجيش، طب اندهلي يا عمر عز الدين، يروحوا ما يجيش، اندهلي نبيع أدوار وهكذا. رحنا هناك قالنا انتوا هتروحوا دلوقتي مأمورية القاهرة. وفعلا ركبنا عربيات، رحنا بصينا لقينانا في القاهرة في مقرات حربية في الزيتون. قعدنا هناك ليلتين، ومرة بالليل كده راحوا جايين بيصحونا وجايين واحد يصورنا كده، عملنا لنا صور. يوم الصبح جابوا لنا باسبورات بأسامي مختلفة، أسامي غير أسامينا يعني، وشغلانات غير شغلاناتنا، واحد مدرس، واحد طالب، واحد نجار وهكذا. وتذكر الطيران ويلا على عمان في الأردن. حتى ما وصلنا الأردن احنا ما كناش عارفين احنا رايحين فين ولا هنعمل ايه. اكيد كنا متوقعين، اكيد كنا رايحين عملية، وإن كان كل تركيزنا في خلال التدريبات ان احنا هنروح حيفا، اشدود،
حاجة في البحر الأبيض مش عارفين ايه اللي في الأردن، يعني هنروح نعمل ايه هناك، انما كانت نوع من السرية. حاجة لابد من ذكرها ان احنا قمنا بتنفيذ 3 عمليات ناجحة في إيلات، لكن حقيقة احنا دخلنا إيلات 5 مرات. كانت منهم المرة مش الأولى، ما قبل الأولى، قبل العملية الأولى بأسبوع. فكر اللي هو محمود فهمي حاجة جريئة كده، يعني عارف هو حد عارف عاوز يضايقك والكلام، عاوز يعكن العدو، فقال يضرب بحاجتين، حاجة في الشمال وحاجة في الجنوب. فقال في مدمرتين يطلعوا يضربوا رمانة وبلوزة يوم 9 نوفمبر، وفي نفس التوقيت مجموعة تانية اللي هي بتاعت الضفادع تروح تضرب إيلات في الجنوب. يبقى واحدة بتضرب حاجة بتضرب في الشمال وفي الجنوب في نفس الليلة، وهذا ما قد كان. دي العملية ما قبل الأولى اللي هي ما تنفذتش. رحنا وصلنا الأردن وقعدنا هناك حوالي 3 أيام عبال ما نقدر نلتقي بالمعدات. المعدات بتاعتنا راحت مسار اسمه اتش في الحبانية في العراق، ومن العراق اتهربت إلى الأردن على أساس إنها دي أسلحة وذخيرة بتاعت منظمة فتح. كانت منظمة فتح قبل أيلول الأسود كانت هي مسيطرة في الأردن، هي الكل في الكل تقدر تعمل أي حاجة. فقالوا طب نقول دي معدات وذخيرة داخل منظمة فتح هتعدي. هي بقى صناديق بقى فيها الزوجيك والألغام واللبس بتاعنا البدل الغطس والأنابيب الغطس وكل حاجة يعني. واتفقنا على ان احنا نلتقي، فقعدنا 3 أيام عبال ما هم جم، والتقينا في عمان وخدنا عربيات كده، مشينا نزلنا من على حتة على حدود الأردن والسعودية، مشينا الطريق كده بتاع المهربين، وكان حتى معانا واحد مهرب اللي كان يداير بيورينا السكة، أخذ 100 دينار وبندقية قصاد إنه يوصلنا المكان. أردني كام؟ أردني بعدين العرب المهربين يعني. ونزلنا من هناك وصلنا إلى ميناء إيلات. كل ده بحث في العملية ما قبل الأولى. وصلنا لغاية إيلات وزوجة نزلنا ورحنا ومشينا رجعنا ما لقيناش مراكب موجودة. حتى كان معنا قائد اللواء في المرحوم رضا حلمي كان في الزوجة، وقال يعني احنا مش مهم ان احنا نعمل عملية، احنا كأننا في تدريب، بس بدل ما بنتدرب هنا في ميناء تفجير احنا بنتدرب في ميناء العجل. حتى على الرغم من ان لم ينفذ حاجة في هذا اليوم الا انها ادتنا دفعة معنوية كبيرة جدا. يمكن ايامها اسرائيل بتشيع حاجات لاضعاف الروح المعنوية. يقول لك ايه، اسرائيل دي الجيش الذي لا يقهر، الجيش الذي له اليد الطولة، على اساس كانوا بيضربوا بقى في بحر البقر وحلوان وحاجات من هذا القبيل، يعني يقدر يوصلك في اي مكان. الجند الاسرائيلي السوبر. احنا رحنا هناك وقعدنا بالزودياك بنتمشى في الميناء، ولا لقينا جند اسرائيلي سوبر ولا لقينا الجيش الذي لا يقهر. قاعدين بنتفتح في الميناء إيلات ولا حد شافنا ولا حاجه خالص. دخلنا جوه الميناء، دخلنا جوه الميناء، دخلنا جوه الميناء ونزلنا وصلنا لغايه وسيله الحرب. انا حتى احكي لك على هو الميه واحكي لك على حاجه من الحاجات الغريبه التي لا اعلم ليه لغايه النهارده. احنا بعد ما خلصنا وقال لنا لا اعلم، ما انا هقول لحضرتك لا اعلم ليه اللي حصل ده. احنا ماشيين كده في الميناء وبيقول لنا انتوا بتتدربوا، يعني اعتبروا نفسكم في التدريب. لقينا حاجه احنا طبعا ما عندناش نور خالص ومظلمين، وحتى كنا مدهنين وشنا اسود كده وعلى اساس ما نبانش في الضلمه.
وإذ فجأة لقينا كشاف ضوء قوي، لقينا بالنهار لانش من لانشات السعر الإسرائيلي ومولعة السيرش لايت بتاعته الكبيرة دي وعلينا مباشرة كده كأننا بالنهار. قعدنا طبعا نجري ونشوف ندور على بندقية وطبعا احنا قصاد هذا اللانش نمل يعني حاجة هقول لحضرتك ليه. اولا ده لانش وفي من قدامه في مدفع نص بوصة يعني، واحنا مش محتاجين لنص بوصة، ده لو رمى علينا عقبة جرح هنولع ونتفجر، لان الزودياك ده حاجة صغيرة كده قد نص مساحة الحتة النص دي، محطوط فيها 6 ألغام الواحد 50 كيلو TNT، محطوط فيها أجهزة 7 أجهزة غطس. أجهزة الغطس دي أكسجين بيور أكسجين، يعني أكسجين صافي عشان ما تنفضش الهواء، تنفض أكسجين، يعني حاجة تساعد على الاشتعال. محطوط فيها تانك بنزين كنا عاملينه مخصوص، يعني الزودياك ده بيجي معاه تانك أحمر كده 20 لتر، احنا كنا عاملين تانك بعرض الزودياك، وحتى كنا بنستخدمه كحاجة نقعد عليها عشان يكفينا المشوار الطويل من نقطة الإطراف لغاية هناك. فبنزين على TNT على أكسجين، يعني لو رمى عقدة جرة كده هتلاقينا انفجرنا. المرحوم رضا حلمي قاعد على الزودياك بيوجه بدراع كده، يعني تعمل دراع كده يحول كده يعمله كده، حتى يا خبر ابيض، وعمل كده ايده، راح الزودياك ماشي رايح ناحيه اللانش. فما كان من هذا اللانش الا انه عمل بلاك اوت في طفي السيرش لايت، طفي انوار الملاحه، ولقينا هذا اللانش طاير هو خايف مننا. ده اللي انا لا اعلمه لغايه النهارده. ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني زي ما طارق كان بيقول دلوقتي قطه وبني ادم، بني ادم خاف من القطه. ايه القطه دي حاجه محسسه كده يعني. هو ما شافش اكيد. لا هو تخيل او ده اللي انا بعمله، انا مش عارف ليه اعمل كده. ايه طلع جد، وانا فاكر ابتديت اشوفه من بعيد وهو بيقطع الانوار بتاعت المينا، يعني هو مضلم فبيقطع الانوار كده. انا بتخيل ان هو قال مثلا في مجموعة بقى سداير كبيرة جاية تهاجم المينا وانا مش قدها، هعمل ايه في وسط الهلومة ديت؟ فطلع يجري يمسك بجلده، ومعرفش احنا لانش واحد او زودياك واحد غلبان ما فيهوش حاجة خالص، ما احناش رايحين نحارب يعني. ده كان الجندي الاسرائيلي الجبان اللي هو ليس قادرا على المواجهة. ما هو زي ما كانوا بيقولوا لنا الجندي السوبر والجيش الذي لا يقر والجيش الذي لا يريد الطولة. ما علينا. رجعنا من العملية دي واتخذ قرار اكثر يعني عشان نبقى رايحين بنظام كويس. فكان في نقطة مراقبة على حدود العقبة إيلات. العقبة كده وإيلات جنبها على طول، وفي بينه وبين بعض سلك شايف، ففي نقطة مراقبة على الحدود. بس نقطة المراقبة دي كانت بعلم السلطات الأردنية، احنا كنا بنروح من وراهم. دي كانت نقطة مراقبة يعني هم موافقين معهم مصرية. وكان فيها ضابط كده حتى ضابط بحرية زميل اسمه عز الدين سالم، واتفق على ان هو من النقطة المراقبة دي يقدر يشوف المينا فيها مراكب ولا لا. فاتفق على انه بدل ما نروح تاني وما نلاقيش مراكب ونرجع وقد نكتشف او ان نروح ونجهز نفسنا ويوصلوا لنا رسالة في مراكب او لا. والمراكب والرسالة دي ايامها طبعا ما كانش وسائل الاتصال سهلة زي دلوقتي بالموبايل ممكن تكلم اي حد في الدنيا. لا، كان الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعملوها انهم يدعوا لنا حاجة على الراديو، وبالتحديد إذاعة صوت العرب هي اللي كانت الوحيدة اللي توصل لغاية هناك. واتفق على انه هيدعوا لنا اغنية اللي هي زي ما كان فيلم بين شاطئين ومية لو في مراكب. لو ما فيش مراكب كانوا هيدعوا لنا اغنية غاب القمر يا ابن عم بتاع الشافعي. رحنا
زي ما رحنا في المرة الأولانية بنفس الطريقة، وكانت المعدات بتاعتنا موجودة هناك متخزنة، ووصلنا وانطلقنا ووصلنا للنقلات. كان في هناك مركبين، داليا وهيدروما. ده هيدروما كبيرة شوية وداليا أصغر منها. دول كانوا مراكب تجاري بيشتغلوا بالمجهود الحربي، كانوا بينقلوا العساكر من إيلات لشرم الشيخ، الأجازات بقى والحاجات والذخيرة والكلام من ده. فدول كانوا داليا وهيدروما. نتفق على ان احنا نروح، كنا 3 مجموعات، كل مجموعة 2 ضابط وصف ضابط. مجموعتين راحوا على هيدروما الكبيرة، ومجموعة كنت انا وزميل المرحوم فوزي بلولي رحنا على داليا، وركبنا الألغام، كل واحد معاه لبن. ركبنا الألغام زي ما طارق بيه حكى. فعلا كان فوزي بلولي ده بطل كبير، يعني عشان انا ركبت اللبن بتاعي الاول في نص المركب، ما تخيلت ان هو مثلا يبقى مخزن ذخيره او حاجه كده. وفوزي بلولي قال لنا نروح نركب اللبن بتاعه في مؤخره المركب، قلنا ده يمكن يكون غرفه الماكينات عشان نضمن المركب تبرع، يعني تضرب حتتين. وهو فعلا كان حاسس بحادثه بس هو في الفيلم بينوا ان ضربوا نار وبتاع، طبعا مش صح الحته دي، كانت نوع من الاكشن بتاع الفيلم. انما هو لو ضربوا نار علينا يبقوا اكتشفونا، ولو اكتشفونا تبقى العمليه فاشله، وهذا ما لم يحدث. حتى تسمم الاكسجين دي حتى بتحصل حتى في التدريب، يعني يحس بيها من ادم ويطلع ياخد نفس من الهواء خلاص. بس هو اصر انه يكمل ويركب اللبن بتاعه ويتاكد، يشيل بقى الحشف ويشيل التيله ويعمل. وبعدين راح شاور لي قال لي انا خلاص مش قادر، يلا نطلع. رغم ان احنا كنا جنب المركب على طول او تحت المركب يعني. فطلعنا على وش الميه، كان وصل على وش الميه كان مات الله يرحمه. وكان جنب المركب خلاص؟ كان جنب المركب، كان ممكن في المتر دي. وكان القرار بتاعي ان انا ارجع بيه. يعني اولا كان كنت انا ملازم اولا كان هو رقيب، لكن كنا اصدقاء بشده وكنا في نفس السن. يعني كان انا عندي 21 سنه وهو كمان كان عنده 21 سنه، وكان ملازمني دائما في التدريب. مع لازم الباقي يتدربوا مع بعض دايما، اساسي يقدروا يفهموا تحت الميه وكده. فكنا بنقعد ساعات طويله في البحر مع بعض، يقعد يحكي لي ويقعد يهزر وينكت، كان دمه خفيف هو كده. فكان قريبا الى قلبي، وقلت مش هقدر اسيبه حتى لو كان الثمن ان انا ملحقش الزودياك. في ميعاد محدد الزودياك يستنانا ويمشي في الميعاد ده عشان يلحق يوصل لنقطه الانطلاق قبل اول دور. فلو ما لحقتوش مش مشكله، بس انا يعني صعب عليا اسيبه لاسباب كثيره، بقول لك كان قريبا من قلبي. وبعدين حاجه ثانيه انه لو سبته جثمانه هيصفوا بعد يوم ولا يومين، اليهود هياخدوه ويصوروه ويقول لك العمليه الضفادع جم وموتناهم وادي صوره واحد منهم. هيبوظ شكل العمليه الجميل، العمليه الناجحه الحلوه قوي. وكان نفسي يتدفن في مصر، وهذا ما قد حدث. وفعلا خدته ومشيت بيه، وصلت لنقطه الالتقاء بتاعت الزودياك. فكان الزودياك ماشي طبعا من بدري، كملت لغاية الحدود لغاية الشاطئ الأردني عند العقبة، مسافة حوالي 14 كيلو كده. ناس هناك على الرغم من الأردن مش يعني على المستوى الرسمي مش حابين الحرب مع إسرائيل، لأنه كانوا يضربوا الفلسطينيين، يروحوا هناك يضربوا شوية كاتيشة على إيلات، تروح إسرائيل أسلالهم بين العقبة، وهي المنفذ الوحيد بتاعهم على البحر. فكانت تبقى مصيبة، فهم مش حابين. لكن على المستوى الشخصي الناس فرحانين. يعني أنا طلعت على الشط، حطيته على الشط، مش أشوف أي حد يعني يشتكي ولا حاجة. لقيت في ناس اللي هم
حرس سواحل او حاجه كده، وقلت له ان انا ضابط مصري وان انا كنت طبعا شكلي كان غريب قوي، واحد لابس بس طالع من الميه بالليل الساعه مثلا 2 بالليل ووشه فيه ورنيش وحاجات كده غريبه. كانوا منزعجين الاول يعني على طول عاوزين يضربوا. قلت لهم انا ضابط مصري من الضفادع البشريه، وكان طبعا المراكب انفجرت ومولعه، وقلت لهم احنا اللي عملنا العمليه ديت. فالناس رحبوا بينا بشده. خدونا، كان منهك قوي، كان معايا زميلي ميت، فودونا المستشفى، ومن هناك جت الاستخبارات الاردنيه اللي هي المخابرات بتاعتهم، خدونا وقعدونا عندهم يومين. بعد كده قالوا لنا السفاره المصريه عايزاكم، ورحنا السفاره ورجعنا على مصر. حتى ما رجعناش من الاردن، خدنا عربيات وصلنا للبنان، ومن لبنان نوع من التمويل يعني جينا على مصر. دي كانت العمليه الاولى في البلاد. عرفنا السكه بقى خلاص يعني بقت سهله. وانا اول مره اجي الشديد، بس انا بعد كده قلت خلاص عرفت السكه على الدخل على طول يعني. ففي فبراير 70 العمليه الاولى كانت في 16 نوفمبر. كان 9 نوفمبر رحنا وما عملناش حاجه، 16 نوفمبر رحنا وغرقنا داليا ميدروما. في فبراير 70 كان في هذا الوقت اسرائيل بتحب الشو، يعني بيحبوا البروباجندا بقى، يعني يعملوا حاجات. فجابوا التلفزيون وراحوا على شواطئ البحر الاحمر، ونزلوا هناك وعملوا عمليه سموها غزو مصر. ضربوا بقى الناس اللي هناك وسرقوا 969 اللي هي 119 قرب الصليبي مطار في حته اسمها الزعفرانه بالظبط اللي هو 119 مش مقيم. فكانوا رايحين بنقله دبابات اسمها بيتشيل. فالقياده عندنا قالت بيت الاسد بالظبط فتح من قدام. القياده عندنا قالت طب احنا نغير بيتشيل. وفي 5 فبراير 70 طلعت مجموعتين من مجموعات الضفادع، وخلاص بقى عرفنا السكه والباسبورات المزوره والبتاع والشقه اللي بنقعد فيها هناك وكده. راحوا من الايلات وبداوا بيتشفع، ضربوا لغموا مجموعتين، واحده حطوا الالغام بتاعتها في بيتشفع، وكان جنبها كمان ناقله جنود اسمها باتيان. فراحوا حاطين لغمين كمان فيها وغيرهم. كانت عملية جميلة جدا يعني. العمليات دي أزعجت إسرائيل بشدة. وأقول لك بشدة ليه؟ إسرائيل طول عمرها من يوم ما اتعملت وهي بتحارب بره أرضها، بره إسرائيل 48 الأرض اللي خدوها سنة 48. يعني تحارب مصر في سيناء، تحارب الأردن في الضفة الغربية، تحارب سوريا في الجولان، تحارب لبنان في جنوب، إنما جوه إسرائيل أبدا ما حصلش حرب، باستثناء عمليات إيلات. ده 48 كانت بداية إسرائيل، ما كانش لسه اتعمل. باستثناء عمليات إيلات اللي هي جوه إسرائيل 48. فقال لك الله ده هيبتدوا يقولنا لغاية عندنا، دي حاجة مزعجة جدا. وعمل استجاب لموشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في هذا الوقت، يعني الضفادع المصريين دول ما حدش عارف يلمهم ولا ايه، يعني كل شوية داخلين طالعين، حاجة مش ظريفة يعني. وتعهد الرجل بانه طب خلاص انا مش هخلي حد، تعهد قدامه مفيش ضفدع بشري مصري هيخش بلاد مرة. وحتى ما قالش ضفدع بشري مصري، حسب الترجمه الحرفيه قال ما فيش صرصار مصري هيخش ايلات مره ثانيه. بعدها باسبوعين رحنا ثالث مره. عمل ايه عشان يمثل التعهد بتاعه؟ عمل عده احتياطات اللي هي يستحيل بقى ضفادع يشتغل. اولا عمل شباك على مدخل المينا بتقفل، احنا بنشتغل بالليل، هو يقفل بالليل الشباك دي ويفتحها بالنهار، المراكب تخش تفرغ تحمل تعمل اللي هي عايزاه، وتروح بالليل ما قافلين الشباك. ادي اول حاجه. ثاني حاجه
ما خلاش المراكب، ما احنا هنشتغل هنروح نضرب مراكب، ما خلاش في مراكب تبات في المينا. يعني المراكب تقعد طول النهار تعمل الشغل بتاعها، بالليل تروح طالعه بره طابور زياده تقعد تلف كده وتعمل اي حاجه بس ما تقفش في المينا عشان نروح ما نلاقيش مراكب. كثرة العبوات دي حاجات بتترمي عشوائي كده في اي مينا، يعني في مصر، في اسكندريه، في دمياط، في بورسعيد، في اي حته، لو في ضفادع يموت. ف عبوات بتترمي من زوجك تنزل تنفجر تحت لو في حد تحتيني، يعني بيضرب وزوجك ماشي بيضرب في الميه حاجه تنفجر لو في حد تحت. ممكن تعمل موجة انفجارية تحت المية تأثر على الضفدع اللي جوه. بتأثر على الفراغات اللي موجودة في الجسم زي القلب والرئتين والانتستين والكلام ده كله. ده بيتقطع وجه كده. انا فاكر في العملية الاولى يعني كل اللي سمعته خلال فترة العملية كان عبوتين اللي انا سمعتهم. يعني العملية الثالثة دي كان كل دقيقتين عبوة، كانوا قلبين المينا جحيم عشان ما فيش حد يهوي. عمل اقصى ما يمكن عمل شباك، خلى المراكب تبات بره، كثف العبوات. طب هيعمل ايه اكتر من كده؟ ومع ذلك بسالة الجندي المصري اللي هو طول عمرنا مع الطعم والبص ايه داخل بصدره في الدشمه، يعني عندنا المصريين ما شاء الله ربنا يحفظهم والجيش المصري يعني فعلا في بسالة. ويمكن في الاخر هحكي لكم ببساطه او بسرعه الفرق ما بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي في الضفادع البشريه بالذات. المهم احنا بنلعب لعبه قطر والفار بقى. فالقياده قالوا ايه؟ طيب عبوات ما يهمناش، اشباك هنقص ونخش وكل حاجه يعني، لكن المراكب بتيجي بالنهار بس. طب نعمل ايه؟ طب ناخد الغام كبيره شويه. الغام بتاعنا العادي 50 كيلو، خدنا لغم كل واحد لغم 125 كيلو. المادة المتفجرة اللي جوه اللغم TNT، جابوا المادة ثانية اسمها هيكسجين. الهيكسجين دي قوة التدميرية بتاعته قد TNT مرة ونص. فقالوا نروح الضفادع يروحوا ويحطوا الألغام دي على الأرض على القاع جنب الرصيف الحربي، ونظبط التايمر. كنا بنظبطه على ساعتين ولا حاجة، نظبطه على 12 ساعة. فزي ان احنا هنحط الالغام من الساعة 12 بالليل، الساعة 12 الظهر بقى احنا مش بنحطها في المركب، الساعة 12 الظهر المراكب هتيجي تقف فوقها على الرصيف وتنفجر هذه الالغام. تحصل حاجة من اتنين، يا اما المركب تغرق وده اللي احنا عايزينه، يا اما مش هتغرق هتعطل تخسر فتبات المينا عشان تتصلح ونروح لها بالليل نغرقها. تفكير جميل، قيادة حكيمة بتخطط. وانا بحكي لكم ليه وسموها تفجير الرصيف الحربي، لكن ما كانش قصدنا. فاحنا رحنا على هذه الخطة ان احنا نحط الالغام قطعة 12 ساعة، بكرة الصبح بكرة الظهر تنفجر في المراكب وتغرق او تخسر ونروح لها بالليل نغرقها. كنا مجموعتين، اجتمعوا الدين وانا كل واحد مع البار بتاعه، ووصلنا جهازنا عمالين نرموا عبوات. في واحدة جت قريبة مننا، فاكر لقينانا بنبدأ وطالعين على سطح المية والألغام اتفكت والأجهزة اتفكت وحالتنا بقت حاجة، إنما مش مكملين. العبوات دي أولا ودنا كمان اتخربت أيامها، لكن عمل 2 بيفوق في الألغام. أولا اللغم بيبقى وزن صفر في المية، لا يقوى ولا ينزل، يعني يبقى بين الميتين.
في بوينت كده، في كونك من قدام حته كده بتعمل له توازن بحيث انه يبقى ماشي معانا في الميه. لقينا البوينت ده باظ، لقينا الالغام بتطفو بتعوم على وش الميه، احنا عايزين نشدها ننزلها وحاجه غريبه جدا. ده كان الديفول الاولاني. الديفول الثاني بوظ التايمر مخرب. فوصلنا لغايه الرصيف، جينا نحط الالغام نحطها على القاع بتروح طالعه لفوق. قلنا طيب نعمل ايه؟ كان معايا عمر الجديد، طب نعمل ايه؟ طب عمر قال لي بص احنا بنبقى لابسين حزام رصاص كده، حزام اتقال يعني مثلا البني ادم برضه بيطفو والبدله بتخليه يطفو اكتر. قلنا طب نقلع حزام الرصاص ده ونحدد بيه اللغم، كل واحد يحزم اللغم بتاعه حزام الرصاص ونحطه ونطلع جري كده بسرعه لغايه ما نطلع على وش الميه بعيد عن الرصيف شويه ونكمل بقى على وش الميه وخلاص واحنا وحظنا. بس المهم ان الالغام استنى تحت، وهذا ما قد كان فعلا. واحنا وصلنا الواحد قال حزام الرصاص بتاعه لكنها حول اللغم حطيناه على تحت القاع ثبت تحت. واحنا واخدين بعدين تيجي بسرعه كده لغايه ما وعدنا شويه وكملنا على وش الميه ورجعنا. تايمر باظ، وبدل ما تنسجل الالغام الساعه 12 الظهر واحد انفجر الساعه 7 الصبح قبل دخول المراكب. بس هذا الكم من القوة الانفجارية بقى 125 كيلو اكسجين عملت دمار شامل لرصيف الحرب. عشان كده سميناها عملية تدمير رصيف الحرب، ما كانش قصدنا. الأحلى إن كما هو العادة في كل الضفادع يعني انفجار حصل تحت، فبينزلوا يعملوا سيرفي، يعملوا معاينة يشوفوا ايه اللي حصل، ايه اللي انفجر وايه الاضرار اللي حصلت والكلام من ده. فنزلت الضفادع البشريه الاسرائيليه بتعمل السيرفي بتاعها ده، تعين منطقه الانفجار. حظهم لخبط، اللغم الثاني انفجر الساعه 9 وهم تحت. كم واحد؟ مات 14 واحد. خير وبركه، رزق عند ربنا. احنا رايحين عشان نضايقهم، ما حصلش اللي احنا قصدنا فيه، لكن حصلت حاجه الجميل. والضفدع البشري حد فاريبل يعني قليل شويه، لانه بياخد يتنقى من وسط ناس كتير. لازم حد عنده فيزيكال فتنس بيتدرب تدريب قاسي، ولازم يبقى له مهارات نفسيه يعني حاجه زي الطيار مثلا. الطيار ما هوش جندي عادي، حد بيتكلف على الدوله وحلو يعني حد قيم. فالضفدع البشري كمان كده مثلا 14 واحد حلوين يعني. عمليه جابت ثمنها، حق ما رحنا وتعبنا وفضلنا وقطينا والابواب فرقعت جنبنا وعملنا العمليه ديت. فسموها مجازا تدمير الرصيف الحربي، وما كانش ده قدرنا، ما هو اتدمر ومات 14 واحد. دي كانت العمليه الثالثه. كنت قلت عايز اقارن ما بين الضفدع البشري المصري والضفدع او الجندي المصري والجندي الاسرائيلي. لا خلاص انت صغيره دي لا مش صغيره على الوسع. اللي حصل في سنه 67 الاسرائيل عملت عمليه ضفادع بشريه في ميناء اسكندريه. جبنا اثنين. لا انا بغواصه ورميتهم الغواصه خارج حاجز الاموال في موقع اسمه رسد على حاجز الاموال. عدوا حاجز ودخلوا ميناء اسكندريه. ميناء اسكندريه دي في هذا الوقت كانت مغاره علي بابا، ده يهود متجزأوا يعني جوه في غواصات وقناصات ومدمرات ولانشات يعني خير ربنا بالوسع. لكن الجندي الاسرائيلي الجباني اول ما لقوا عبوات، ما هو العبوات احنا برضه بنمنع عبوات في كل العمر اللي في الدنيا يعني،
لقوا عبوه فرقعت من هنا ما عملوش حاجه خالص وراحوا مدورين وطايرين يجروا حطوا حتى احنا الالغام. بنربع عبوات عشان نجيب سمك. ايوه بالظبط. قولوا حضرتك كان هناك